القراقيش بالعجوة بنتيجة مضمونة وسهلة. في كوباية ونزلت ب3 معالق سكر، ونزلت عليهم بمعلقة خميرة كبيرة، ونزلت عليهم بمية دافية وقلبتهم وده تست الخميرة. في بولة بقى ونزلت بنص كيلو دقيق، عليه معلقة ريحة كحك صغيرة، معلقة شاي، وكمان معلقتين سمسم كبار، ومعلقة شمر ومعلقة ينسون. شوحتهم على النار لما تطلع الرطوبة وضفتهم على الدقيق. هنا كوباية سمنة على زيت، 3/4 سمنة والربع زيت دافين، ونزلت بيهم على الدقيق وفضلت أبس الدقيق حوالي 10 دقايق ما بين ايديا. نزلت ب3/4 كمية المية بالخميرة وابتديت ألم العجين. ما بنزلش بكمية المية مرة واحدة علشان ممكن يكون الدقيق مش محتاج المية دي كلها. وفضلت بقى ألم العجين خالص وألم فيه المية لحد لما المية اختفت. هنا تمام، شكل العجينة مش محتاج مية تانية. نعمل بقى اختبار العجينة. خدت حتة صغيرة كده وقلبتها وكورتها في ايدي، وهنا شكلها خلاص العجينة تمام، مش محتاجة ولا سوائل ولا حتى عجن. قسمتها بقى نصين قد بعض بالشكل ده. ما بين بقى كيسين بلاستيك حطيت نص العجينة وابتديت افرد فيها، وجبت الصاج بتاعي 30 في 40 وحطيت له ورقة زبدة ونزلت بنص العجينة، فردتها في الصاج. هنا كلها سويتها. وبعدين هنا ربع كيلو عجوة حطيت عليهم معلقة سمنة بلدي، وحطيت عليهم كمان معلقة سمسم كبيرة ومعلقة شاي صغيرة قرفة، ودي اختياري. وابتديت اعجن في العجوة لحد لما طرتها بالشكل ده برضو ما بين كيسين، وابتديت افرد العجوة على قد الصاج وغطيت بيها العجينة اللي حطيتها في الصاج. وابتديت بقى اقطع الحتت الزايدة احطها في الحتت اللي ما فيهاش عجوة وسويتها وفردتها خالص كده بالشكل ده. وجبت بقية النص التاني بتاع العجين حطيته برضو ما بين الكيسين، وابتديت افرد العجينة واحطها على العجوة. هنا فردتها كلها، وبقى لبن فنجان لبن، ومسحت الوش بتاع العجين، وابتديت ارش عليها سمسم، وكمان قطعتها بشكل رفيع كده، ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180. قعدت حوالي نص ساعة، وده شكلها وطعمها تحفة وطلعت مقرمشة. اتمنى تجربوا الوصفة وتسيبولي كومنت جميل.